ليش سموا الإمام العباس عليه السلام بسبع القنطرة؟ اليوم قصتنا عن أبو الفضل العباس عليه السلام. السالفة تبدي من معركة صفين لما معاوية حارب الإمام علي عليه السلام. إلا شوية جيش الإمام علي عليه السلام ينتصر، فمعاوية وجيشه سووا حيلة، رفعوا المصاحف أو القرآن، عود إحنا مسلمين والإمام علي عليه السلام راد يحارب. وقف الإمام علي عليه السلام الحرب، فالجيش انقسموا إلى قسمين، قسم راضين وقسم ما راضي. قسم يؤيد فكرة توقيف الحرب ويعتبرها صح، وقسم اعترضوا على الإمام علي عليه السلام، قالوا له احنا صارنا شقد نحارب وردنا نفوز وتالي تلغي. فهذول القسم اللي اعترضوا يسموهم الخوارج، ذولي صفوا ويا معاوية وظلوا يحرضون الناس على قتل الإمام علي عليه السلام. فالخوارج وصلوا المنطقة لقوا بيها شخص اسمه عبد الله بن حباب وزوجته الحامل وياه. سألوه قالوا له تحب الإمام علي؟ فعبد الله رد عليهم وظل يمدح بالإمام علي عليه السلام وقال لهم شلون ما أحبه. فالخوارج عرفوه بأن هذا قافل على حب الإمام علي عليه السلام، فصاحوا الله أكبر اقتلوه فقد كفر. فزوجته اجت تدافع عن زوجها، فالخوارج قالوا اقتلوا هذه المرأة، فقتلوها وشقوا بطنها وطلعوا الجنين اللي ببطنها وحطوه على صدرها. الله أكبر شلون قتلة بشعة. فدرى بهم الإمام علي عليه السلام وتحلف لهم وراد ياخذ الثار من الخوارج بحرب بالمدينة بالنهروان. لكن هالمرة المعركة غير، الإمام علي عليه السلام قال لأصحابه هالمعركة أريد بس أنا وأبنائي. ففعلا الإمام علي عليه السلام أخذ الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، فتوجهوا إلى مدينة النهروان، وكانت الحرب جوا عبالك حصن بأربع أبواب. الإمام علي عليه السلام أحط لكل ابن باب، وللإمام علي عليه السلام باب القنطرة. فالإمام علي عليه الصلاة والسلام ألقى خطابا ليهديهم، فمنهم من تاب ومنهم من ضل. فتوهم يريدون يتوجهون للقتال، فالإمام علي عليه السلام حس أكو واحد وراهم، فأدار وجهه الكريم وإذا بغلام عمره 14 سنة وهو العباس عليه السلام. فالإمام علي استغرب، يا ولدي العباس ما تصنع هنا؟ يعني شو تسوي هنا؟ فالإمام العباس قال له من هؤلاء الذي معك؟ الإمام علي عليه السلام رد قال أخوتك. فالإمام العباس عليه السلام قال بحزن يا أمير المؤمنين كيف تخص لكل واحد منهم باب وليس لي باب؟ فقال الإمام علي عليه السلام أنت صغير يا ولدي. فالإمام العباس قال له ألم تجاهد بين يدي رسول الله وأنت صغير يا أمير المؤمنين؟ فالإمام علي عليه السلام قال له راح أخلع باب القنطرة وانت اوقف بمكانها. ففعلا الإمام علي خلع الباب القنطرة، والإمام العباس دخل وهو يصيح أنا لها وهي لي يا أمير المؤمنين. الإمام علي عليه السلام بدأ بقتال الخوارج، لكن الخوارج هربوا إلى الباب الشرقي، فتلقوا المجتبى والمجتبى يصيح أمن قبلي تفرون وأنا ابن أمير المؤمنين، ويشردون إلى الباب الغربي فيتلقون الإمام الحسين، والإمام الحسين يصيح أمن قبلي تفرون وأنا ابن سيد الوصيين، ويشردون إلى الباب الجنوبي ويتلقون محمد بن الحنفية، ويصيح محمد أمن قبلي تفرون وأنا ابن القائد الغر المحجلين. ما بقى إلا باب القنطرة، فتوجهوا إلى باب القنطرة ورأوا غلام صغير بيده سيف، ما عرفوا هذا منو ابن منو. فصاح العباس أمن قبلي تفرون وأنا ابن الموت الأحمر، أنا ابن علي ابن أبي طالب. فخر راح يطلع من خشمي. وما قاموا يشوفون إلا الرؤوس المتطايرة والأجساد المتناثرة، حتى من قد ما العباس قاتل انكسر سيفه. الإمام علي عليه السلام راح ركض يشوف ابن العباس، فشاف المنظر وابتسم، فقبل عينه وضمه إلى صدره وقال بارك الله بك يا بني، يا بني إني مدخرك إلى يوم أعظم من هذا اليوم. مدخرك يعني ضامك. فأجاب العباس لأنعمنك عينا وأنا ولدك. فرد الإمام علي عليه السلام كفو يا كريم. سؤال، الإمام علي يقصد يا يوم ضام بي الإمام العباس، هذا السبب سموه بسبع القنطرة. لا تنسى اللايك والاشتراك. دمتم سالمين.